السلام عليكم. ازيك يا امارات؟ عاملين ايه؟ عايزين نتكلم النهارده في ايه؟ في حياتنا واللي احنا شايفينه الناس اللي حوالينا والفشل. لان هناخد دقيقة نصيحة كده مع بعض. مش كل تأخير بيبقى فشل. احيانا ربنا بيأخر الحاجة دي عشان لما تيجي تبقى اهدى واقوى، واعرف ان انا اتعامل معاها ازاي. احنا مش لوحدنا اللي متأخرين، بالعكس احنا بنتحضر وبنكتسب مهارات. فاحنا ما نحاولش ان احنا نرضي الناس على حسابنا احنا. لا، بالعكس اكتر حد هيتعب في الموضوع ده هو احنا. عايزين نكون برضو محترمين نفسنا، محترمين قراراتنا، لكن مش على حساب نفسنا. لو حاسين ان احنا تعبانين من غير سبب واضح، ده مش ضعف، ده جسمنا وقلبنا بيقولوا ان احنا لازم نوقف شوية ونخف. مش كل واحد خرج من حياتنا يبقى خسارة، بالعكس في ناس بتسيبنا بس احنا بنعرف قيمتنا من غيرهم. هل فعلا احنا قيمتنا كانت من غيرهم ولا كانت بيهم؟ واصعب علاقة في حياتك هي علاقتك بنفسك. لو زبطناها كتير قوي هيبقى اسهل. فعشان كده لازم نحترم قراراتنا ونحترم نفسنا ونحترم كل حاجة احنا عايزينها. مش كل تعب معناه ان احنا فاشلين، احيانا التعب بيبقى معناه ان احنا بنكبر. فالنصيحة الوحيدة اللي حابة اقولها النهاردة، نخف على نفسنا شوية، نكلم نفسنا بلطف. زي ما بنيجي نتكلم مع ناس غريبة، بنتكلم مع ناس غريبة ازاي؟ بضحك وابتسامة. طب ما نعمل كده مع نفسنا احنا كمان. فيا حبايبي كده، ان شاء الله القناة دي هتبقى مساحة هادية ونشارك فيها افكار بسيطة يمكن تخفف عننا شوية او تطمن ان احنا مش لوحدنا. لو الكلام ده لمس قلبك استنى الفيديوهات الجاية ان شاء الله، وخلي بالك انت احسن من انت فاكر. لو عجبكم كلامي وحابين ان احنا نتكلم في مواضيع بيكتبوا لي تحت، واحنا ان شاء الله هنتكلم في المواضيع دي. بابا، شكرا، مع السلامة.